قصة اليوم قصة غريبة ما يمكنش تسمعها وما تبكيش. أم أمريكية مسلمة سمحات اللي قتل ليها ولدها في مشهد مؤثر بكى كل شيء. ما غتصدقوش كيفاش واجهت هاد الأم اللي قتل ليها ولدها وعرضت عليه المساعدة يغير حياته وما يبقاش مجرم. فأشنا هو السر الخطير اللي خلاها تسمح ليه؟ خليونا نتعرفوا على القصة العجيبة ديال هاد المرأة. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش الدعم ديالنا باشتراك ولايك للفيديو وتخليو لينا تعليق فيه كلمة في حق الإسلام والتسامح. القصة غتبدا في أوهايو الأمريكية في عام 2015. هاد المرأة كان سميتها رقية زهراء عبد المتكلم، مرأة مسلمة وأمريكية عندها 68 عام وعندها ولد واحد سميتو سليمان. سليمان ولد السيدة رقية كان عنده 39 عام وخدام في البحرية ومزوج. هذاك النهار خرج مع مراته يتقداو وهما راجعين تلاقاو مع 3 ديال الشفارة، بغاو يشفروا ليهم داكشي اللي كان عندهم، ولكن سليمان دافع على راسو ومراته وما قبلش يعطيهم داكشي اللي كان عنده. ولكن واحد منهم جبد فردي وضربو بقرطاسة في راسو. الضربة اللي جاتو في الراس كانت صعيبة بزاف وحاولوا الأطباء باش يخرجوا القرطاسة من راس سليمان وينقذوه، ولكن ما قدروش وتوفى سليمان في غرفة العمليات. دازت واحد المدة والبوليس كيقلبوا عاد قدروا يشدوا جوج من دوك الشفارة. ملي ضغطوا عليهم اعترفوا بالجريمة وبقى التحقيق مستمر حتى اعترفوا على الصديق الثالث ديالهم اللي كان سميتو جافون كيفن، كان عنده 13 عام. اعترفوا عليه باللي هو اللي ضرب سليمان بقرطاسة في راسو. مني شافوا ما بغاش يعطيهم الفلوس اللي كانوا عنده. البوليس واجهوا المجرمين حتى في التسجيلات ديال الكاميرا اللي كانت شاده ومسجله الجريمه كامله. من بعد ما وراوهم بالضبط فين كاين وفين تقتل سليمان، المجرمين اعترفوا وداوهم وراوهم فين كاين جافون كيفن. البوليس جابوا جافون بالزربه. من بعد الاعتراف ديال صحابو حتى هو اعترف وقال للبوليس قتلنا سليمان ولقينا عنده 60 دولار امريكي، تقريبا 600 درهم مغربيه. قتلوا راجل على 600 درهم. من بعد كل هاد الاعترافات الجونات غيمشيو للمحكمة وحضرات الأم ديال سليمان، وأول مرة غتشوف اللي قتلوا ليها ولدها الوحيد. فلقاتهم أطفال. ردة الفعل ديالها كانت صدمة للجميع. إذا رقية بقات كتبكي ومصدومة وكتشوف في المراهقين اللي قتلوا ليها ولدها، كتشوف في العائلات ديالهم. ومني بدات المحكمة وكلشي كيتسنى الغضب ديال السيدة رقية، قالت للقاضي خليني نمشي عند جافون وقربات ليه. هو هذيك الساعة ولات عنده 14 عام. فعنقات ومشات عند مو حتى هي وعنقاتها وهي كتبكي وطلبت من القاضي انها تهضر معاه. قالت لي جافون انا ما كنكرهكش، هذا ماشي في الدين ديالنا. الدين ديالنا دين الرحمة والعفو عند المقدرة، وانا سمحت ليك. وقالت ليه هادوك راهم اطفال، الا انتقمنا منهم فغنزيدوا عليهم، خاصنا نصلحوهم ونوريوهم الطريق الصحيح. فالانتقام ما غيرجعش ليا ولدي. فانا نهار مات ولدي مشيت عنده وشفتو لاخر مره وقلت ليه الى اللقاء في الدار الاخره. انا عارفه ومتاكده باللي غنتلاقاه في الدار الاخره ان شاء الله. صدمات الناس كاملين اللي كانوا في المحكمه بالاسلوب ديالها الراقي وكيفاش تحدثات على الاسلام وغيرات الصوره اللي واخدينها الغرب على الاسلام والمسلمين. كم على كيفن اللي قتل سليمان بقرطاسه ب20 عام وصحابه ب14 عام. فالقانون خدا المجرى ديالو وخا السيدة رقية سمحات ليه، ولكن القانون ما كيرحمش في الجرائم. القصة ديال رقية كانت وحدة من المسلمين المتسامحين اللي غيروا الصورة ديال الإسلام عند الغرب ووراوهم بأن الإسلام دين التسامح والمغفرة. انتشرت القصة ديالها في العالم ودارت فيلم وثائقي. رشحات قصة رقية هاد السيدة الرائعة جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير. في نظركم واش كتستحق تاخذ هاد الجائزة على الصبر ديالها والتسامح ديالها وقلبها النظيف اللي ما حقدش على المجرم اللي قتل ليها ولدها؟ ما نقدروش نقولوا بأن الناس خاصهم يسمحوا للمجرمين أو للناس اللي أذوهم، ولكن اللي قدر فالجزاء ديالو غيكون مع الله سبحانه وتعالى. كنشكركم على المشاهدة وإلى فيديو آخر بإذن الله.